انا بس عايز اعرف يا شيكابالا، انت كل مره ليه بتستفز جمهور النادي الاهلي؟ خلاص يا شيكابالا، انت شطبت كوره وخلصت كوره. انا طبعا بحبك كلاعب موهوب، لاعب كوره، لاعب كبير، يعني من امهر اللاعبين في مصر، لكن انت خلاص شطبت كوره وخلاص. ما فيش، مش هتدي اكتر من كده. انت خلاص كده، انت اديت، خلاص اخرك كده. انت بقى مالوش لزوم ان انت تفسد احتفاليات غيرك. غيرك بيحتفل، جمهور النادي بيحتفل واللاعيبه بتحتفل، ما فيش حد شتمك ولا جه جنبك، فما فيش داعي. مفيش داعي للي انت بتعمله ده. خلاص، انت تسقف لزمايلك وتسقف، انتوا قضيتوا مباراة كويسة، ف يعني خلاص الموضوع خلاص، وبارك للي كسب المباراة. خليك ريلاكس كده. فالموضوع مش ان انا اشاور للجمهور باي اساءة يبقى انت كده خلاص انت ولاد البرنس. يعني انت كده كجمهور الزمالك فرحان منك، كجمهور الزمالك وإدارة الزمالك، وانت نفسك راضي عن نفسك، انت كده كسبت المباراة خلاص، نتيجة المباراة راحت لك انت. كلام فاضي ملوش اي 30 لازمه اللي انت بتعمله. انت كده المباراه ما اتنسبتلكش او للنادي بتاعك بالحركتين اللي انت عملتهم. فما يعني ما تفسدش مباراه كانت كويسه من فريقكم، وخلاص راحت للنادي الاهلي. فالموضوع مش قول هارد لك لفرقتك. ورجاء، يعني رجاء، انت خلاص شطبت كوره فبطل كوره. نصيحه مني، بطل كوره. انت خلاص، انت خلاص يا شيكابالا، ده اخرك، مش هتقدر تجري اكتر من كده يا حبيبي. انت خلاص شطبت كوره، انت تلمس لمسه على الواقف في نص الملعب، انت كده هتكون على فريقك. ده اخرك. عملت ايه في المباراه غير انك بصيت كوره لناصر منسي، والراجل قطع بدماغه وطلعت بره؟ انت ما عملتش اي حاجه غير كده يا حبيبي. فما فيش داعي كل شويه اطلع واعمل حركه ملهاش اي 30 لازمه لجمهور النادي الاهلي، وبعد كده تقول ده استفزني، ده شتمني، ده. ما كل اللعيبه كانت بتشتم من لعيبه النادي الاهلي، كانوا بيشتموا من جمهور نادي الزمالك، وما كانش حد بيطلع يقول حاجه. انما انت حضرتك بتطلع تستفز جمهور النادي الاهلي، وبعد كده تقول ده شتموني. النتيجه مش هتروح لنادي الزمالك يا حبيبي. خلاص، خلاص نهائي الكاس، نهائي الكاس في الجزيره، او الكاس في الجزيره خلاص. انت يا حبيبي خلاص، انت حاول تبطل كوره وتحترم تاريخك. حاول تبطل كورة وتحترم تاريخك. خلاص نهائي الكاس في الجزيرة، الكاس في الجزيرة. بطل كورة واعتزل واحترم تاريخك. خلاص كده انت خلصت كورة والله. مع احترامي ليك، انت خلصت كورة، فما فيش داعي تطلع تعمل حركتين هيرجعوا لك يعني مثلا الكاس، هيخلوا لك الاتنين صفر اللي جم فيك، هيبقوا لنادي الزمالك. لا طبعا. احترم تاريخك يا شيكابالا، واحترم جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي لو غضب محدش بيعرفه.